السلام عليكم. مرحبا بكم في قناة وصفة بطريقتي. اليوم نقدم لكم بريوات ديال اللوز معسلين طبيعيين بدون اضافات، كيجيو معسلين من الداخل ومقرمشين من برا ومن الداخل. نبداو على بركة الله. اول خطوة في هاد البريوات غنبداو باللوز. اللوز ديالنا باش يجينا ناجح 100% غادي نديرو الماء تيغلى، عاد غنكبو عليه اللوز، غنخليوه دقيقه حتى لدقيقه ونص صافي، وغادي نصفيوه. خاص الماء ما يدخلش لينا اللوز ديالنا لداخل. الا دخل لينا الماء لداخل اللوز فزق لينا داك اللوز من الداخل، غنضطروا اننا نخليو داك اللوز واحد الليله ولا ليلتين على ما ينشف لينا، لان الا جينا نصوبوا العقده ديالنا واللوز ديالنا شارب الماء، راه العقده كتجينا ما ناجحاش. من بعد ما صفينا اللوز ديالنا، انا غنفتح لكم واحد اللوزه، شوفوها كيفاش كتجي من الداخل هكذا. خاصها تجيكم من الداخل، خاصها تجيكم بيضاء، ما تجيكمش في اللون انها ما تبانش لكم شاربه الماء، تبان لكم بيضاء ما وصلهاش الماء. كيف ما كتلاحظوا في الفيديو كتجيكم على هذا الشكل. هذه اللوزه الثانيه اللي فتحت لكم من بعد ما نقيته وغسلته، شللته شويه بالماء، غير شللته دغيا دغيا، وفتحت لكم وحده. اللوز ديالنا باقي ناشف من الداخل، يعني ما دخلوش الماء من الداخل. دابا غادي نحاول نشفو مزيان من الماء. ضروري يا البنات اللوز ينشف، خاصكم ضروري تنشفوه، واخا راه من الداخل راه ناشف ولكن من برا خاصنا نشفوه مزيان. تحاولوا تمسحوه بواحد المنديل، ولا منديل ورقي، حتى انكم تشوفوه بلي راه ما بقاش فيه الماء، ولا تخليوه يسقطر واحد ساعة المكانة ولا نصف ساعة صافي، وتقدروا باش تعملوا العقدة ديالكم. صافي من بعد ما نشفتوه مزيان صافي غادي نجمعو باش انني غادي نطحنو الطحنه الاولى، حيت هاد العقده ديال التلوز كدوز من جوج ديال المراحل. كنطحنوا الطحنه الاولى، كيجينا شويه مهرمش، وعاد الطحنه الثانيه هي اللي كنردوها على شكل عقده. هذا بالنسبه لي انا كنطحنو على جوج ديال المراحل. اما الا عندك شي روبو كيطحن مزيان، يعني من المره الاولى كيطحن لك العقده اللوز ديالك على شكل عقده من المره الاولى، راه يكون احسن، كيوفر عليك المراحل. انا العقده ديالتي ما كنضيف ليهاش الاضافات بزاف، كنحتاج شي حبيبات ديال المسكه الحره. كنحتاج انا هنايا عندي في اللوز عندي 2 كيلو ديال اللوز، احتاجيت فيهم حبيبات ديال المسكه الحره، وواحد 2 معالق كبار ديال الزبده من نوع جيد، صافي، والسكر سنيده. هادو هما الاضافات اللي كندير انا في العقده ديالي. تقدر تضيف واحد شويه ديال الملح لتعديل الذوق وصافي. بالنسبه للسكر سنيده، المفروض ان الا بغيتيها حلوه بزاف، هي القاعده كتقول كل نصف كيلو ديال اللوز تقدري ديري فيه 200 غرام ديال السكر. نورمالمون هادشي اللي خاصك ديري الا بغيتيها حلوه، يعني تجيك الحلاوه ديالتها شويه طالعه. انايا ما كتعجبنيش الحلاوه. كندير انا في 2 كيلو ديال اللوز درت 2 كيسان ديال السكر سنيده، وراكم كما كتشوفوا راهم ما عامرينش بزاف. مع العسل راه كتجي هي هذيك، ما كتجيش مسوسه، وما كتجيش ديك الحلاوه الفاقعه يعني اللي ما تقدريش عليها، كتجي حلاوه زوينه. باش نزيد واحد البنه للعقده ديالتي، كناخذ واحد الكميه ديال اللوز، كنضيف عليها شي ديال الزيت، كنديرها التقله، من بعد عاد كنهرمشها وكنضيفها للعقده ديالتي. هاد الخطوه هادي كتزيد واحد المذاق لذيذ بزاف للعقده ديالي، كتعطيها واحد الطعم زوين. هو اللوز ديالي كنديروه في زيت بارده، وكنديرو على نار مهيله، وكنخليوه يتقلى على خاطرو. ما كنجيو فين نكملوا طحينه العقده ديالنا حتى كنلقاوه تقلى، كنلقاوه تحمر، خدا واحد اللون ذهبي. من بعد ما طحنت اللوز ديالي المرحله الاولى كيجيني على هذا الشكل. هو كيجي مطحون ولكن ما كيجيش مطحون مزيان. دابا انا غادي نحاول نطحنو عاوتاني في الطحنه الثانيه، باش انه يتطحن مزيان، يجيني معجن اكثر. صافي كنبقى على هذا الشكل حتى كنطحنو كله. كتنسالي كاع الكميه كامله اللي عندي. من طبيعه الحال بالنسبه للسكر والمسكه الحره
راني ضفتهم في الاول في الطحنه الاولى. يعني ما كنبقى نزيد حتى شي حاجه. دابا غادي نطحن اللوز اللي قليت. كيجي على هذا الشكل. غادي نحاول نطحنو مع الكميه المتبقيه ديال السكر سنيده اللي بقات ليا. تقريبا معلقه كبيره حتى المعلقه ونص. صافي وغادي نطحنو معاه. ولكن ما غاديش نطحنو بحال العقده، غير غادي نهرمشو صافي وغادي نضيفو على العقده ديالتي. صافي كيجينا على هذا الشكل. كيف ما كتلاحظوا كيجي مهرمش، ما كيجيش كبير وما كيجيش عقده. المهم كيجي مزيان، كيجي على هذا الشكل. بالنسبه لهاد الخطوه ديال اللوز اللي قليناه وطحناه، تقدروا ما تضيفوهش على العقده حتى وكان تعجنوها وتجمعوها بالما الزهر، عاد تقدروا تضيفوا هاد اللوز اللي طحنا يكون احسن. انا كنت مزروبه، دونك انا خلطت كل شيء وعجنتهم كاملين في خطره. ولكن راه بحال المذاق راه كتجي مختلف، ولكن من الاحسن خليو حتى كطحنوا العقده تدلكوا العقده مزيان بالما الزهر ديالكم، عاد ضيفوا ليها هذاك اللوز اللي قليناه وهرمشناه يكون احسن. دابا غادي نحاول ندلك العقده ديالي. غادي نضيف ليها دوك 2 معالق كبار ديال الزبده، وغادي نحاول ندلكها مزيان مزيان مزيان. اهم حاجه في العقده ديالنا باش تجيكم ناجحه راه كتبغي تدلك بزاف. ضروري خاصكم تدلكوها. غتبقاو تضيفوا قطرات بقطرات ديال الماء الزهر وانتم كتدلكوا كتجمعوا فيها، وتضيفوا عاوتاني قطرات ديال الماء الزهر. ما تضيفوش الماء الزهر كله في خطره واحده، لا غير قطرات بقطرات. لان الا ضفتوا الماء الزهر في خطره واحده راه عفوا راه العقده ديالتكم راه ما غاديش تنجح ليكم. غير قطره بقطره والعقده ديالنا غتبقى تطلق في الزيت، وانتم كتدلكوا فيها هي كتطلق في الزيت حتى كتلاحظوها انها مابقاش كتطلق الزيت نهائيا. صافي عاد تبقى تعلك ليكم بين يديكم. عاد ديك الساعه غتعرفوها باللي صافي راه دلكات مزيان. كيف ما كتلاحظوا في الفيديو انا كنضيف غير قطرات قطره بقطره ديال الماء الزهر، وانا كنبقى نجمع فيها ونضيف عاوتاني قطره بقطره وانا كنجمع فيها. ضيف واحد الكميه، واحد معلقه كبيره هكا ديال الماء الزهر وانتم كتدلكوا فيها. صافي انا دابا وليت كنعطيها في البنيات وغنبقى هكذا حتى وكان نجمعها. وإلا ما قدرتيش تدلكيها بيديك تقدري تعمليها في العجانه وخليها هي تدلكها لك. المهم اهم حاجه العقده ديالتنا خاصها تدلك. راه الا ما دلكاتش العقده ديالنا راه ما غاديكمش زوينه في البريوات. فاش كندلكوها مزيان العقده ديالتنا، البريوات ديالنا كيجيو من الداخل معلكين وما كيجيوناش ناشفين. واخا كيبقاو شحال ما بقاو راهم ما كينشفوش لينا من الداخل. ومن طبيعه الحال في اخر الفيديو راه غنعطيكم طريقه الاحتفاظ بهم واخا يبقاو عندكم حتى العام، كيبقاو مقرمشين معسلين ومعلكين، كيبقاو زوينين كيف ما يلا طيبتوهم. انا تعمدت نخدمها بيديا قدامكم باش نوريكم الكميه ديال الماء الزهر اللي كنضيفو شويه بشويه. وإلا كنتي متمكنه انك الطريقه اللي كتزيدي بها ماء الزهر دلكيها في العجانه راه تسهل عليك القضيه. كتجي على هذا الشكل. العقده ديالتنا في الاخر كتجي على هذا الشكل، كتبقى تلصق في اليد وكتحسي بها طلقه الدهون ديالها كاع الزيوت ديالها طلقاتهم. وفاش كنديروا هكا شي عمود بحال هكا بيدينا راه ما كيتهرش ما كيتقطعش. وكتجينا كتجينا في الطوع ديال يدينا، يعني ما كتبقاش تفرتت لينا. كنحسوا بها معلكه ومعجنه. العقده ديالتنا معجنه ومعلكه بحال هكذا. دابا غادي نجيب واحد الاناء وغادي نشكل العقده ديالتي على شكل كرات صغارين باش نسهل عليا الخدمه. الحجم اللي غادي نبغي نعمر بهم الورقه ديالي على الشكل البريوات اللي كنبغي. الا بغيتيهم صغيورين ديري كرات صغار، بغيتيهم كبار تقدر ديريهم كبار، بغيتي ديريهم ما كبار ما صغار كيف ما درت انا ديرهم على هذا الشكل.
المهم عملت مع شكل الكرات كاملين، تساليت الكميه كامله اللي عندي باش تسهل عليا الخدمه. وغادي نجيب الورقه حجم كبير، انا كنفضل الحجم الكبير صافي. وغادي نحاول نقطع الورقه ديالتي على شكل شرائح على حسب الحجم ديال الكرات اللي عملت، باش نبدا نعمر الورقه ديالي. باش تجيني الورقه ديالتي حجم واحد، كنحاول كل شريط كنقطعه كنحاول نحطو باش ناخد عليه العبار، باش يجيوني نفس الشرائط وتجيني الورقه ديالتي نفس الحجم. البريوات ديالي نفس الحجم. وحتى بالنسبه للعقده باش تشكليها كرات، الا كنتي ما كتعرفيش عينك ميزانك في الكره واش بحال تقدري تستعني بواحد الميزان باش يجيوك نفس الكرات نفس الحجم. وحتى وحتى البريوات تاعك كيجيوك نفس الحجم، ما كيجيكش شي كبير شي صغير، كيجيوك كلهم بحال. سينو ماشي مشكل تكون وحده كبيره وحده صغيره، ماشي مشكل. من بعد فاش كنشكلوا البريوه ديالنا، ضروري كنستعنوا بواحد الزلافه فيها شي ديال دقيق فورس مع شويه ديال الماء، باش كنحاولوا اننا نلصقوا البريوه ديالنا باش في القليان ما تحلش لينا. بالنسبه للطريقه باش نعمروا الورقه ديالتنا بالعقده ديال اللوز، راه الطريقه سهله. كناخذوا الشريط ديالنا ديال الورقه، كنحطوا عليه هذيك الكره ديال العقده ديال اللوز. فاش كنحطوا ديك الكره ديال العقده كنحاولوا نشكلوها على شكل مثلث صافي، وكنبقاو نزيروا بصبعنا القنات ديال البريوه، وحنا كنجمعوا فيها، وحنا كنزيروا بالقنت ديال صبعنا، كنزيروا القنت ديال البريوه بصبعنا وحنا كنجمعوا فيها. وفي الطرف الاخير ديال البريوه كنديروا فيه شويه ديال الدقيق مع الماء باش تلصق لينا وصافي. انتما كيف ما كتلاحظوا في الفيديو، حنا كنجمعوا القنات ديال البريوه بالصبع ديالنا وحنا كنطويو في البريوه. طريقه سهله ومبسطه. كنتمنى يكون الفيديو واضح. اهم حاجه فاش يلا كنحطوا الكره ديال العقده ديالتنا في ورقه البسطيله، ضروري نسرحوا فاش كنجمعوا المره الاولى الثانيه الاولى ديال البريوه، كنحاولوا نسرحوها مزيان باش توصل لنا العقده لكاع القنات ديالنا، باش ما يجيوناش القنات خاويين، باش تجينا البريوه ديالنا عامره كامله، لا من الوسط لا من القنات. وانا ان شاء الله غنعطيكم جميع الاسرار ديال البريوات، لا في القليان باش انها ما تطرطقش ليكم، وباش تجيكم مقرمشه حتى من الداخل، وباش العسل يوصل ليها حتى العقده لداخل، حتى العقده انها كتجي معسله. المهم غنعطيكم جميع الاسرار ديال النجاح ديال هاد البريوات ديال اللوز، وطريقه الاحتفاظ بهم لمده حتى العام تيبقاو معسلين ومعلكين من الداخل وما تينشفوش. بقاو معايا ان شاء الله غنطرقوا كاع لهاد الاسرار ديال البريوات ديال النجاح ديال البريوات. ومن الاسرار ديال النجاح ديال البريوات انهم خاصهم ينشفوا. من بعد ما كملت الكميه كامله اللي عندي غادي نغطيهم وغادي نخليهم ليله كامله حتى الصباح، عاد غادي نقليهم. خاص الورقه ديالتنا البريوات ديالنا خاصهم ينشفوا مزيان. الا ما نشفاش راه كتجيك معجنه البريوه وما كتجيش مقرمشه من الداخل. من بعد ما خليتهم باتوا ليله كامله، الصباح غادي نبدا نقلي فيهم. كيف ما كتشوفوا حتى اللون تاعهم راه تبدل، نشفوا مزيان، خليتهم ينشفوا على خاطرهم. وهذا العسل اللي غادي نعمل فيه البريوات ديالي. انا هنايا عملت 3 كيلو ديال العسل في 2 كيلو ديال اللوز، جاتني هي هذيك. باش نبداو نقليو البريوات ديالنا. القليان ديال البريوات عندهم واحد الدور كبير بالنجاح ديال البريوات ديالنا. ضروري هاد الخطوات اللي غادي نقول لكم في القليان انكم تطبقوهم الا بغيتوا البريوات ديالكم ينجحوا لكم. اهم خطوه في القليان اننا نديروا الزيت انها حتى تغلى مزيان، انها تطلع لدرجه الحراره ديالتها مزيان، عاد نلوحوا البريوات ديالنا. وحنا فاش كنلوحوا البريوات ديالنا نحاولوا ما نقصوش على العافيه نهائيا، نخليو النار مرتفعه باش ما يطرطقوش لينا البريوات. الا درتوا البريوات كانت الزيت طالعه ولحتوا البريوات ونقصتوا العافيه، كونوا متاكدين ان البريوات ديالكم راه غيطرطقوا لكم.
وإلا طرطقوا لكم من طبيعة الحال راه العقده ديال التلو تاعكم غادي تخرج لكم في الزيت، والبريوه تاعكم من الداخل غادي تحرقوا، والنسمه ديال النكهه ديالتهم المذاق ديالهم راه ما غيجيكمش زوين. من بعد ما كنخليو البريوات ديالنا على درجه حراره طالعه، كنخليوهم حتى كنشوفوهم بغا يتغير لهم اللون، ولا فاش كنشوفوهم نشفوا صافي ديك الساعه كنقصوا لهم العافيه وكنخليوهم على نار مهيله. من بعد فاش كنخليوهم على نار مهيله فديك الساعه البريوات ديالنا راها كتقرمش من الداخل، يعني كطيب مزيان من برا ومن الداخل، حتى كتاخد واحد اللون ذهبي ولا لون محمر على حسب اللون اللي كيعجبك انت في البريوات. ولكن اهم خطوه هو تكون على نار درجه حراره طالعه. من بعد فاش كتشوفيها نشفات ولا كتشوفيها بدا كيتغير ليها اللون، كتنقصي ليها العافيه وكتخليها على نار مهيله، ماشي نار مهيله عاوتاني ولكن على نار متوسطه. صافي راه هي كطيب من برا ومن الداخل، وكتشوفي لونها ولا مذهب، يعني كخدات اللون. صافي ديك الساعه تقدري تحيديها وتضيفيها في العسل. ضروري تضيفيها في العسل وهي سخونه، والعسل خاصو يكون بارد. العسل ديالنا انا ضفت ليه قطرات ديال الماء الزهر باش كتزيد واحد النكهه زوينه للبريوات. ضروري البريوات يكونوا سخان والعسل يكون بارد. ما تخليش البريوات حتى تيبردوا عاد تلوحيهم في العسل، راه ما غيشربوش لك العسل نهائيا. العسل ديالنا يكون بارد والبريوات ديالنا يكونوا سخان، يعني من الزيت للعسل. من بعد ما كملت الكميه كامله اللي عندي، انا غنوريكم البريوات ديالي كيف دايرين. كيجيو على هاد الشكل، شفتوهم كيفاش كيجيو معسلين من الداخل مقرمشين لدرجه الورقه ما كتبقاش باينه بزاف، مع انكم شفتوا شحال من طيه عملت، ولكن راها كتذوب مع داك القليه اللي كنديروها على درجه حراره مرتفعه، وعاد درجه حراره كنهبطوا درجه الحراره ما كتبقاش باينه لك الورقه مزيان. ومن الاسرار ديال البريوات ديالنا باش انهم يجيو معسلين حتى من الداخل، انا كنبيتهم في العسل، كيبقاو ليله كامله في العسل. كيشربوا العسل مزيان وكيجيو معسلين، وحتى العقده ديالتي كتجي معسله من الداخل. طريقه الاحتفاظ ديال البريوات ديالي، كناخذ واحد البواطه كنفرش ليها واحد البلاستيك، تقدري بلاستيك غذائي ولا تاخدي بلاستيكات ديال الكونجيلاتور. كتقسميهم على الحجم ديال العلبه اللي غتحتفظي بهم في البريوات. كديري ما بين كتستفي طبقه ديال البريوات، كديري فوقها طبقه ديال البلاستيك وديري طبقه ديال البريوات، وكتبقاي هكا حتى كتسالي الكميه وكتسدي عليها، وتحاولي تدوري عليها واحد الورق البلاستيك الغذائي وتعمليها في المجمد. فاش كتحتاجي هاد البريوات مثلا وقت اللي كتكوني محتاجاهم، كتجبديهم بربع ساعه قبل انك باش تستعمليهم، راه هما تيكونوا واجدين وكيبقاو معسلين ومعلكين وكيبقاو مقرمشين، واخا تحتفظي بهم حتى العام راه ما كيتغيروش نهائيا، وكيبقاو محتفظين بالعسل ديالهم، يعني التعليك هاد العسل كيبقاو محتفظين بها. العكس الا خليناهم على برا غير كدوز واحد جوج ديال الاسابيع كنلقاوهم بداو كينشفوا وما تيبقاوش مقرمشين وكنصدقوا ضايعين فيهم. من الاحسن نحتفظوا بهم في المجمد، راهم كيبقاو زوينين. كنتمنى نكون شرحت لكم مزيان. انا شاركت معكم جميع الاسرار ديالي باش كنعمل بهم البريوات. غير طبقوا الطريقه اللي عملت معكم خطوه بخطوه، انا متاكده غادي ينجحوا معكم وغادي يجيوكم زوينين وناجحين 100%. اي سؤال او اي استفسار خليوه لي في التعاليق، راني كنجاوب على التعاليق ديالكم كاملين. وإلا عجبكم الفيديو كنتمنى انكم تبارطاجيوه وتعملوا لي لايك وتخليوا لي تعليق زوين بحالكم. وصلنا للنهايه ديال الفيديو، كنقول لكم بسلام عليكم وخليتكم على خير، ومرحبا بكم في قناه وصفه بطريقتي.